الشعر بطحالب البحر. نعم. فمن بعد ما كنكونوا خدينا هذاك المسحوق ديال الطحالب، اذا هذا الماسك هذا مقوي للشعر وكذلك مضاد للتساقط. اذا بعد ما كنكونوا خدينا هذاك المسحوق اللي قلنا حصلنا عليه ديال الطحالب، هذاك المسحوق كناخذوا منه معلقه كبيره، من بعد كنزيدوا عليه كاس صغير ديال الماء مغلي ومعلقه صغيره ديال قشور الرمان مطحونين. اذا وصفه بسيطه، ناخذوا مسحوق الطحالب معلقه كبيره كافي وفيه جميع المواد المعالجه لفروه الراس، الماء المغلى اللي كناخذوا منه كاس صغير، وقشور الرمان مطحونين. غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، غادي نخليه واحد المده ديال 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق تيكونوا طلقوا دوك المكونات في بعضياتهم. اش كنديروا؟ كناخذ واحد القطن كنديروه في هذا المحلول هذا وكنوليو كندهنوا الجلده ديال الشعر ديالنا خصله بخصله، يعني الجلده دوك الفرقات كندهنوهم مزيان، ومن بعد كندهنوا الشعر ديالنا كنخليوه مده ديال 30 دقيقه، يعني غير نص ساعه فقط، ومن بعد كنغسلوا شعرنا. العمليه كنديروها 2 ديال المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور، ويمكننا نبقاو مداومين عليها دائما لان الطحالب ما فيها الا المنفعه للبشره ديالنا. وهنا السيده محتاجه من بعد دير لا زيت لا والو؟ بالفعل ما محتاجه لا والو، لان حنا غنكونوا عالجنا فروه الراس. واش منين تشقق شعرها بهذا الخليط واش تجمعوا بشي ذره مثلا؟ بلاش، يعني غير تمسحوا بهذاك الماء، لان غير هي اللي دوزات بالقطن في كما كنقولوا في الجلده ديال الشعر. فاولا بعدا الميزه ديالو ان الاملاح المعدنيه اللي كاينه في هذه المواد ديال البحر دغيا سريعه الامتصاص، داكشي باش كتلقى حتى في الحميه حتى بزاف ديال الامور كينصحوا بالاكل ديال البحر. علاش؟ لان المواد المفيده ديالو دغيا كدوز في الذات ودغيا كتكون سريعه الامتصاص.